كده هو هيلف وهياخد طريق المطار على مول سينزو، سهل حشيش، طريق المطار. زي ما احنا قلنا، بصوا يا جماعة السكن فيه يعني هادي جدا، وأقل حاجة 6 أدوار 4 أدوار 5 أدوار، كله إن أفقي مفيش رأسي. معنى إن احنا نبدأ في السكن الرأسي اللي هي العماير الكبيرة 15 16 دور وكده، ده معناه إن في زحام شديد. لكن طالما البناية كلها أفقي، ده طريق المطار. هو كده سلك طريق المطار، طالع على سينزو. هنوديكوا دلوقتي مول سينزو وأعرفكم عليه، أعمل لكم هناك فيديو حلو وجميل. ده طريق المطار. طلعنا من شارع الشري، شارع شيراتون، وخدنا طريق المطار. احنا قربنا كده من المطار. المطار احنا شايفينه هناك. هي الغردقة منطقة هادية، يعني يعتبر بالهدوء، لسه ما فيهاش ازدحام سكاني رهيب. بلد سياحي، ناس هناك مضافين. ده المطار يا جماعة اللي احنا شايفينه هناك، ده المطار، ده طريق المطار، مبنى ركاب أجل طريق المطار. ده احنا شايفين كده، والمطار هناك اهو، يعتبر مطار دولي طبعا. واخدينكوا دلوقتي على سينزو، على مول سينزو. ده مدخل تاني برضه يدخلك على المطار. احنا شايفين كده، ده مطار الغردقة، مش مبنى الركاب هناك اهو. ده اسمه طريق المطار. طبعا منه بقى على سفاجة وعلى مرسى علم، يطلع منه على طول كده مرسى علم وسفاجة، يعني بيننا وبين سفاجة حوالي 50 كيلو. 50 كيلو بينك وبين سفاجة، وبعد كده بتطلع على مرسى علم على طول. عايزين يا جماعة في طريق المطار. ده بقى يوصلكوا بقى ده على سفاجة. الطريق ده كده كله على سفاجة، ومن هنا بقى يخش على طريق القرى. القرى اللي هو يدخلك بقى على حدود ايه، الغردقة، مدينة الغردقة. لكن الطريق هنا السفريعة اللي احنا ورانا لكم دي على طول بيجي من منطقة من المكان ده، نخش طبعا. ده طريق القرى. احنا طبعا بعد ما تركنا طريق المطار اللي هو يوصلك بقى ايه على ايه، على سفاجة وعلى مرسى علم، خدنا يمين شوي، دخلنا من المنطقة من هنا عشان بقى يجيب لك آخر حدود منطقة الغردقة. من عند سهل حشيش كده. طبعا طريق المطار بقى ده بيبقى ايه اخره كده على طول، بيبقى ايه يوصلك على سفاجة. لكن من هنا بقى كده خدنا يمين شوية ودخلنا على سينزو، مول سينزو. شوفوا البيوت دي، بيوت اهالي. بصوا بيوت اهالي صغيرة ازاي، مش عالية، يعني اماكن فيها مش عالية. دي بيوت الاهالي، دور
زي فيلل كده. مكان حلو جدا. هي منطقة البحر الأحمر كلها جميلة ممتعة. عايز تاخد أرض، تعمل فيلا، عايز تعمل بيت، تحس إنه إيه، مفيش عشوائيات. يعني أجمل شيء مفيش عشوائيات. إذا كان في عشوائيات فعشوائيات بسيطة جدا من عند الدوار كده، بس متعتبرش عشوائيات برضه. يعني ليه؟ لأنها واسعة، يعني أماكن فيها واسعة، يعني بانت بس بدون تخطيط، لكن واسعة، الشوارع فيها واسعة، والبيوت ما زالت هناك برضو أدوارها قليلة. شوفوا جمال الجماعة، جمال، يعني شوفوا الجمال. تعمل أي شيء بيبان، يعني في الغردقة أي شيء تعمله فيه بيبان. يعني المنطقة دي مثلا كانت أرض قرية كبيرة اتعمل عليها فندق زي ما احنا شايفين، بانت بقت جميلة جدا. في أماكن كده، يعني في أماكن يعني لو زرعت فيها شجرة تبان، يعني شجرة يبان جمالها. بصوا الخضرة برضو مهمة، بصوا لازم أهم حاجة الخضرة، يعني أهم حاجة لما يكون في شجر، في خضرة، بيجمل. أجمل حاجة تعطيك جمال وسحر الشجر، أحلى من أي شيء تاني. ده ألاباتروس، ده فندق ألاباتروس راقية. شوفوا يعني مثلا، بصوا يا جماعة، الخضرة اهي وورا منها أرض فاضية. تخيل بس، ابني بقى انت وراها أي شيء كده، بص بيبان على طول. يعني بصوا دي أراضي فاضية ازاي، يبان فيها الجمال على طول مباشرة. السياحة مهمة جدا لأي بلد وأي منطقة وأي محافظة وأي شيء، لأن السياحة بتقدم، يعني بتدخل دولارات، دخل قومي للبلد تعتمد عليها. وأهم من ده كله إن بتشغل عمالة، يعني بتشغل عمالة كبيرة مش صغيرة. العمالة دايما اللي هم بتوع الفنادق، من اللي هم بيحتكوا بنوعيات معينة من السياح، فتلاقيه بينمي من أخلاقياته، بينمي من قدراته. يعني التعامل، مهنة السياحة بالذات، التعامل انت بتتعامل مع ناس راقية، بالذات تلاقي اسلوبك مهذب. يعني من المهن الممتازة اللي هي بتأثر في المجتمع بشكل ايجابي جدا هي السياحة. بتخلي الشخص ايه، يعني تعامله ايجابي مع الناس، عنده قدرة على التعامل، يقدر يعمل تحت ضغط معين. دي قدرات خاصة، دي صفات خاصة للإنسان. يعني يقول له مثلا انت صفاتك الخاصة ايه؟ العمل. يقول له انا ممكن اشتغل تحت مجموعة، يعني اشتغل مع مجموعة، اشتغل في تعليمات، اشتغل تحت قوة ضغط. فكل ده بيتعلمه من السياحة. السياحة بتنمي القدرات، بتهذب الأخلاقيات. بس يعني السياحة مهمة جدا. ليه؟ في نفس الوقت طبع الإنسان بيبقى هادي. أكتر حاجة بتعصب على الإنسان هي الحالة الاقتصادية. تعالوا شوفوا مزاج أي دولة في العالم، حتى لو كانت دخلها الاقتصادي ضعيف، تعالوا شوفوا بقى أخلاقياتهم عاملة ازاي. بس المهم يكونوا هما مرتاحين. تايتانيك ريزورت، بصوا يا جماعة، تايتانيك ريزورت ده منتجعات سياحية، كلها أماكن سياحية عريقة يعني. احنا واخدينكم في جولة كده حلوة ممتعة. وده برضو فندق تاني اهو اسمه سان سيتي. بصوا يا جماعة اسمه سان سيتي، عامل زي ألف ليلة وليلة. طبعا في فيديو احنا عاملينه في ألف ليلة وليلة، بس كان ده من 3-4 سنين، يعني موجود عندكم، يعني هتشوفوه دلوقتي. ألف ليلة وليلة زي كده بالظبط، زي اللي انتوا شفتوه دلوقتي ده،
يعني التراث بتاعه ألف ليلة وليلة مبني على نفس التراث كده. دلوقتي احنا متوجهين على مول سينزو، وده نهاية رحلتنا على مول سينزو.